السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي راكم خوتي؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جبنا لكم كل ما هو جديد وحصري عن أخبار وأسعار السيارات في الجزائر. قبل ما نبدأ لا فيديو صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ديرونا جيم للفيديو تشجيعا باش نستمروا في نشر المزيد. أبونيو في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. خوتي، عليكم بالدعم وعلينا بالخدمة. نبدأ على بركة الله. وزير الصناعة الجديد سوفي غريب أكد استمرار عملية استيراد السيارات الجديدة ضمن كوتا 2023 مع التركيز على تطوير نشاط تصنيع السيارات في الجزائر. وفي رده على سؤال من النائب البرلماني جبال فريدة، أوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى خلق صناعة ميكانيكية حقيقية تعتمد على نسبة إدماج محلية معتبرة، ومع ذلك فإن النقص في توفر السيارات يستدعي مواصلة استيرادها لسد احتياجات السوق المحلية لحين تطوير الصناعة الوطنية. استمرار استيراد المركبات: بدأت عملية استيراد المركبات في بداية 2023 من خلال 4 وكلاء معتمدين. في البداية تم السماح بدخول حوالي 70,700 مركبة إلى التراب الوطني في المرحلة الأولى. ارتفع العدد لاحقا مع توسع الاعتمادات ليشمل 24 وكيلا، مما يسمح بدخول 227,232 مركبة. خطة التصنيع المحلية: تم إيداع 36 ملفاً لتصنيع المركبات عبر المنصة الرقمية الخاصة. شملت الملفات أصنافاً متعددة من المركبات بما في ذلك السيارات السياحية، الدراجات النارية، الشاحنات، الحافلات، الجرارات الزراعية والمقطورات. الوزارة منحت عدة اعتمادات لممارسة نشاط التصنيع، مع وجود نية لاعتماد علامات تجارية أخرى قريباً وفقاً لدفتر الشروط والقوانين. مصانع المركبات الحالية: الوزارة تسعى إلى استغلال المصانع القائمة بما في ذلك المصانع التي تمت مصادرتها لصالح الدولة. مصنع كيا في ولاية باتنا يعد أحد المصانع التي تسعى الوزارة إلى الاستفادة منها، وقد تم التنازل عنه لصالح مؤسسات عمومية. يبدو أن الحكومة الجزائرية تعمل على مسار مزدوج يجمع بين الاستيراد والتصنيع المحلي لتلبية الطلب الفوري وتعزيز الصناعة الوطنية على المدى الطويل.